السلام عليكم مشاهدينا الكرام. روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نزل جبرائيل عليه السلام وكنت أصلي خلف المقام. قال: فلما فرغت استغفرت الله عز وجل لأمتي، فقال لي جبرائيل عليه السلام: يا محمد، أراك حريصا على أمتك، والله تعالى رحيم بعباده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبرائيل عليه السلام: يا أخي، أنت حبيبي وحبيب أمتي، علمني دعاء تكون أمتي يذكروني من بعدي. فقال: أوصيك أن تأمر أمتك أن يصوموا 3 أيام، البيض من كل شهر، 13 والرابع عشر والخامس عشر. وأوصيك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن تأمر أمتك أن تدعو بهذا الدعاء الشريف، وإن حملة العرش يحملون العرش ببركة هذا الدعاء، وببركته أنزل إلى الأرض وأصعد إلى السماء. هذا دعاء مكتوب على أبواب الجنة وعلى حجراتها وشرفاتها وعلى منازلها، وبه تفتح أبواب الجنة، وبهذا يحشر الخلق يوم القيامة بأمر الله عز وجل. ومن قرأ هذا الدعاء من أمتك يرفع الله عز وجل عنه عذاب القبر، ويؤمنه من الفزع الأكبر ومن آفات الدنيا والآخرة ببركته. ومن قرأه ينجيه الله من عذاب النار. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل عليه السلام عن ثواب هذا الدعاء. قال جبرائيل عليه السلام: يا محمد صلى الله عليه وسلم، قد سألتني عن شيء لا أقدر على وصفه، ولا يعلم قدره إلا الله. يا محمد صلى الله عليه وسلم، لو صارت أشجار الدنيا أقلاما، والبحار مدادا، والخلائق كتابا، لم يقدروا على ثواب هذا الدعاء، ولا يقدر عبد وأراد عتقه إلا أعتقه الله تبارك وتعالى وخلصه من رق العبودية، ولا يقرأه مغموم إلا فرج الله همه وغمه، ولا يدعو به طالب حاجة إلا قضاها الله عز وجل له في الدنيا والآخرة إن شاء الله، ويقيه الله موت الفجأة وهول القبر وفقر الدنيا، ويعطيه الله تعالى الشفاعة يوم القيامة ووجهه يضحك، ويدخله الله عز وجل ببركة هذا الدعاء دار السلام، ويسكنه الله في غرف الجنان، ويلبسه من حلل الجنة التي لا تبلى. ومن صام وقرأ هذا الدعاء كتب الله عز وجل ثواب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وإبراهيم الخليل وموسى الكليم وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجبت من كثرة ما ذكر جبرائيل عليه السلام من الثواب لقارئ هذا الدعاء. ثم قال جبرائيل عليه السلام: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس أحد من أمتك يدعو بهذا الدعاء في عمره مرة واحدة إلا حشره الله يوم القيامة ووجهه يتلألأ مثل القمر ليلة تمامه، فيقول الناس: من هذا؟ أنبي هو؟ فتخبرهم الملائكة بأن ليس هذا نبيا ولا ملكا، بل هو عبد من عبيد الله تعالى ومن ولد آدم، قرأ في عمره مرة هذا الدعاء فأكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة. ثم قال جبرائيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ هذا الدعاء 5 مرات حشر يوم القيامة، وأنا واقف على قبره، ومعي براق من الجنة، ولا أبرح واقفا حتى يركب على ذلك البراق، ولا ينزل عنه إلا في دار النعيم خالدا مخلدا، ولا حساب عليه في جوار إبراهيم عليه السلام وفي جوار محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا ضامن لقارئ هذا الدعاء من ذكر أو أنثى أن الله تعالى لا يعذبه ولو كان عليه ذنوب أكثر من زبد البحر وقطر المطر وورق الشجر وعدد الخلائق من أهل الجنة والنار، وإن الله عز وجل يأمر أن يكتب للذي يدعو بهذا الدعاء ثواب حجة مبرورة وعمرة مقبولة. يا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ هذا الدعاء وقت النوم 5 مرات على طهارة فإنه يراك في منامه،
وتبشره الملائكة بالجنة. ومن كان جائعا أو عطشانا ولا يجد ما يأكل أو يشرب، أو كان مريضا ويقرأ هذا الدعاء، فإن الله عز وجل يفرج عنه ما هو فيه ببركة هذا الدعاء، ويطعمه ويسقيه ويقضي له حوائج الدنيا والآخرة. ومن سرق له شيء أو أبق له عبد فيقوم ويتطهر ويصلي 2 أو 4 ركعات، ويقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وسورة الإخلاص 2 مرة، فإذا سلم يقرأ هذا الدعاء ويجعل الصحيفة بين يديه أو تحت رأسه، فإن الله تعالى يجمع المشرق والمغرب ويرد العبد الآبق ببركة هذا الدعاء إن شاء الله تعالى. وإن كان يخاف من عدو فيقرأ هذا الدعاء على نفسه، فيجعله الله تعالى في حرز حريز ولا يقدر عليه أعداؤه. وما من عبد قرأه وعليه دين إلا قضاه الله عز وجل، وسهل له من يقضيه عنه إن شاء الله تعالى. ومن قرأه على مريض شفاه الله ببركته. وإن قرأه عبد مؤمن مخلص لله عز وجل على جبل لتحرك الجبل بإذن الله تعالى. ومن قرأه بنية خالصة على الماء لجمد الماء. ولا تعجب من هذا الفضل الذي ذكرته في هذا الدعاء، فإن فيه اسم الله الأعظم، وأنه إذا قرأه القارئ وسمعته الملائكة والجن والإنس فيدعون لقارئه، وإن الله تعالى يستجيب منهم دعاءهم. وإليكم هذا الدعاء الشريف، دعاء جبرائيل عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحانه من إله ما أقدره، وسبحانه من قدير ما أعظمه، وسبحانه من عظيم ما أجله، وسبحانه من جليل ما أمجده، وسبحانه من ماجد ما أرأفه، سبحانه من رؤوف ما أعزه، وسبحانه من عزيز ما أكبره، وسبحانه من كبير ما أقدمه، وسبحانه من قديم ما أعلاه، وسبحانه من علي ما أسناه، وسبحانه من سني ما أبهاه، سبحانه من بهي ما أنوره، وسبحانه من منير ما أظهره، سبحانه من ظاهر ما أخفاه، وسبحانه من خفي ما أعلمه، سبحانه من خبير ما أكرمه، وسبحانه من كريم ما ألطفه، وسبحانه من لطيف ما أبصره، وسبحانه من بصير ما أسمعه، وسبحانه من سميع ما أحفظه، وسبحانه من حافظ ما أملاه، وسبحانه من ملي ما أوفاه، وسبحانه من وفي ما أغناه، وسبحانه من غني ما أعطاه، وسبحانه من معط ما أوسعه، وسبحانه من واسع ما أجوده، وسبحانه من جواد ما أفضله، وسبحانه من مفضل ما أنعمه، وسبحانه من منعم ما أسيده، وسبحانه من سيد ما أرحمه، سبحانه من رحيم ما أشده، وسبحانه من شديد ما أقواه، وسبحانه من قوي ما أحمده، وسبحانه من حميد ما أحكمه، وسبحانه من حكيم ما أبطشه، وسبحانه من باطش ما أقومه، وسبحانه من قيوم ما أدومه، وسبحانه من دائم ما أبقاه، وسبحانه من باق ما أفرده، وسبحانه من فرد ما أوحده، سبحانه من واحد ما أصمده، وسبحانه من صمد ما أملكه، وسبحانه من مالك ما أولاه، وسبحانه من ولي ما أعظمه، وسبحانه من عظيم ما أكمله، وسبحانه من كامل ما أتمه، وسبحانه من تام ما أعجبه، وسبحانه من عجيب ما أفخره، وسبحانه من فاخر ما أبعده، سبحانه من بعيد ما أقربه، ومن قريب ما أمنعه، سبحانه من مانع ما أغلبه، وسبحانه من غالب ما أعفاه، وسبحانه من عفو ما أحسنه، وسبحانه من محسن ما أجمله، وسبحانه من مجمل ما أقبله، وسبحانه من قابل ما أشكره، وسبحانه من شكور ما أغفره، وسبحانه من غفور ما أصبره،
سبحانه من صبور ما أجبره، وسبحانه من جبار ما أدينه، سبحانه من ديان ما أقضاه، وسبحانه من قاض ما أمضاه، وسبحانه من ماض ما أنفذه، وسبحانه من نافذ ما أحمله، وسبحانه من حليم ما أخلقه، وسبحانه من خالق ما أرزقه، وسبحانه من رازق ما أقهره، سبحانه من قاهر ما أنشأه، وسبحانه من منشئ ما أملكه، وسبحانه من مالك ما أولاه، وسبحانه من وال ما أرفعه، وسبحانه من رفيع ما أشرفه، وسبحانه من شريف ما أبسطه، سبحانه من باسط ما أقبضه، ومن قابض ما أبده، وسبحانه من باد ما أقدسه، وسبحانه من قدوس ما أظهره، وسبحانه من ظاهر ما أزكاه، وسبحانه من زكي ما أهداه، وسبحانه من هاد ما أصدقه، وسبحانه من صادق ما أعوده، وسبحانه من عواد ما أفطره، وسبحانه من فاطر ما أرعاه، وسبحانه من راع ما أعونه، وسبحانه من معين ما أوهبه، وسبحانه من وهاب ما أتوبه، وسبحانه من تواب ما أسخاه، وسبحانه من سخي ما أنصره، وسبحانه من نصير ما أسلمه، وسبحانه من سلام ما أشفاه، ومن شاف ما أنجاه، ومن منج ما أبره، سبحانه من بار ما أطلبه، وسبحانه من طالب ما أدركه، وسبحانه من مدرك ما أرشده، وسبحانه من رشيد ما أعطفه، ومن معطف ما أعدله، سبحانه من عدل ما أتقنه، وسبحانه من متقن ما أحكمه، وسبحانه من حكيم ما أكفله، وسبحانه من كفيل ما أشهده، وسبحانه من شهيد ما أحمده، وسبحانه هو الله العظيم وبحمده، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، دافع كل بلية، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم واغفر كل من نشر هذا المقطع. إذا أتممتم الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تحرمون أجر مشاركة هذا الفيديو لكي يستفيد منه كل مسلم، فيكون ذلك في ميزان حسناتك بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.